هذا هو تحليل أهم أحداث الحلقة 14 من مسلسل يد الحناء. 1. رحمة والعملية الجراحية. الحلقة ركزت بزاف على الحالة الصحية ديال رحمة اللي هي الأم، وجدات راسها باش تدخل للمستشفى دير العملية. كانت خايفة بزاف، وماشي غير على راسها ولكن على مستقبل ولادها وفاء وأحمد. إبراهيم اللي هو الأب حاول يتقرب منها وجاب ليها الورد وطلب منها السماح على كاع داكشي اللي دار في الماضي، وفي لقطة مؤثرة في السبيطار بدات كترتاب معاه شوية ووصاتو على ولادها. 2. صراع وفاء مع البوكس. وفاء كانت كتمر من أزمة نفسية خيبة وفقدات الرغبة في الملاكمة، وقررت تقلب على خدمة عادية باش تعاون عائلتها وتنسى المشاكل. ولكن بفضل أنور والمدرب زياد اللي بقاو كيشجعوها قررت ترجع للتدريب. شفنا وفاء بدات كترجع للرينج وبدات كتدرب بقوة باش تثبت راسها وباش تفرح أمها اللي حلمها تشوف بنتها بطلة. 3. ظهور ريم البطلة في الكرسي المتحرك. شفنا استمرار تدريب ريم في لاصال ديال زياد. ريم اللي كانت بطلة في الترياتلون وقعت لها حادثة خلتها في كرسي متحرك، كانت هي المصدر ديال الإلهام لزياد وأنور باش يفكروا يديروا دروس في الدفاع عن النفس للفتيات وباش يبينوا أن الإعاقة ماشي نهاية العالم. 4. مؤامرات عمر. عمر مازال مكمل في طريق الشر، كيحاول يسيطر على كل شيء وكيخاف من الفضائح. في هذه الحلقة بان أن كاين ضغط على البنات اللي كان كيتعدى عليهم باش ما يهدروش وباش ما يشهدوش ضده. 5. وفاء وأنور في البحر. كاين واحد المشهد زوين بين وفاء وأنور في البحر هضروا فيه على أحلامهم وعلى رغبتهم يهربوا من هذا الواقع المر والمشاكل اللي متابعهم، وبان باللي أنور هو السند الوحيد لوفاء في هذه الظروف. 6. نهاية الحلقة الصادمة. الحلقة تسالات بلقطة قوية بزاف. وفاء وهي في المطبخ وصلها ميساج أو رسالة في التليفون من عند عمر. الرسالة كان فيها تهديد واضح ومباشر. وفاء بقات مصدومة ومخلوعة، وهذا الشيء كيبين أن الصراع بينها وبين عمر دخل لمرحلة جديدة وخطيرة بزاف. باختصار، الحلقة كانت ميلونج بين الدراما عملية الأم والأمل رجوع وفاء للبوكس والتشويق تهديد عمر في الأخير.